وبالنسبة لتحليل الماتش النهارده، مباراة فريق موزمبيق ضعيف جدا. احنا لو في ربع مستوانا كنا كسبناه. للأسف في بعض عناصر غايبة زي صلاح باشا. ولكن محتاجين طبعا المباراتين التانيين ان احنا لازم نكون في اشرس من كده على المرمى، ونرجو التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله. تعليق النهارده على ماتش مصر وموزمبيق. ماتش كان اداء سيء جدا لمنتخب مصر، خصوصا ان هو بيلاعب منتخب امكانياته متواضعه جدا. اما منتخب موزمبيق انا مش عارف احنا هنعمل ايه مع نيجيريا ومع السنغال. اللعب كان سيء جدا جدا وفي غيابات عناصر مهمه. اتمنى ان الماتش الجاي يبقى عندنا شراسه على المرمى اقوى من كده، وان شاء الله بالتوفيق. نقطتين، نقطة إيجابية والأخرى سلبية. النقطة الإيجابية وهنبدأ بيها إن هي مصر بتستضيف بطولة أفريقيا للشباب، وشفنا افتتاح جميل وحاجة مبهجة بتليق باسم مصر. النقطة السلبية إن إحنا كمنتخب شباب ما قدرناش نستغل كل الإيجابيات اللي كانت موجودة، إن إحنا بنعمل حاجة مميزة، بطولة على أرضنا. للأسف النتيجة مخيبة للأمال. نتمنى اللي جاي يبقى أفضل من كده. قبل ما نقول محتاجين تصحيح مسار، فإحنا بنتمنى التوفيق لمنتخب الشباب في القادم إن شاء الله. بالنسبة لماتش النهاردة، الماتش كان سيء جدا جدا دون المستوى. عكس التوقعات، احنا قلنا هنكسب الماتش النهاردة مرتاحين جدا، خصوصا ان احنا على ارضنا وفريق موزمبيق فريق دون المستوى خالص. بس خير يعني، قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله الرجالة الماتش الجاي نشوف ايه المشاكل اللي كانت عندنا الماتش ده ونحلها، والماتش الجاي نعمل ماتش قوي جدا، خصوصا ان احنا هنلاعب نيجيريا فريق قوي. وان شاء الله نعمل اداء كويس باذن الله، ونحط رجلنا ان شاء الله على اول طريق كاس العالم. طبعا في البداية بنقول هارد لك لمنتخب مصر. كانت مباراة في المتناول. ضيعنا نقطتين، ان شاء الله نعوض الماتشين اللي جايين، والانسجام يبقى اكتر من كده، وان شاء الله يبقى فيه برضو سرعة في انهاء الهجمات ودقة فيها ان شاء الله. وبالتوفيق لمنتخب مصر، وان شاء الله يصعد كأول مجموعة ويكمل طريقه للنهائي ويصعد ان شاء الله كأس عالم.